اخرج يا منعه، يا منعه اخرج، بجاه الله لا ما خرجت، أنا عند الله وعندك، اخرج بجاه الله لا ما خرجت. حلبطنا. السلام عليكم. أنا عند الله وعندك لو ما خرجت، قلنا لك اخرج. حلبطنا، ما هذا الحلبات عندك؟ لا يا رجال عيب عليك، بتقول لي اخرج اخرج من بيتك وانا تحت خشبتك. من بتحاكي؟ ها؟ بين حاكي واحد صاحب. من هو هذا صاحب؟ واحد صاحب، ما عليك. اخرج، ادخل، اطلع، انزل. اين اخرج وانا في بيتك؟ اجلس اجلس. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قلنا لك اجلس من الهرم حكاك. سنبنا تعبنا وانت تدخل اخرج. امان الله ما دخلت، امان الله ما خرجت. من هو؟ ما يدروش الضيف وهو داخل عندك في المكان في البيت. قل يا صديق الحال، امس حلمت لك حلم، خليها لك على الله. خير ما حلمت؟ حلمت انني بين انظف الغازه، تنظف الغازة ووصلت لعند القزازه، وما وقع. واثناء ما بين انظف القزازه عقلقتني، ما وقع وانت بتنظف الغازة. طلع لي عفريت ساعة الجمل. شلوق الجن عنده ولا احلام حقك هذا. انا بتخيل ان مدري ما قد وقع فيك. وقال لي شبيك لبيك عبدك بين يديك. انها وانت ما طلبت منه. اول طلبت منه، قلت له اشي شوي يمي. شوي ماء؟ ايوه شوي يمي. قلت له يديلي شوي ماء ابل حلقي من اللبابه السرحاكي. وادالك ماء؟ ايوه. اروى عطشي وملالي الخزانات وحل الازمه المائيه في اليمن بكلها. طيب وجهه. وبعد ما وفر لي الماء قلت له باقي الكهرباء. طلب موفق. وان اليمن كلها مسرجه كانها غاز واحده. انوارك وما طلبت منه؟ طلبت منه توفير البترول وتوفير الديزل وتوفير الغاز. طلب في محله. وان المحطات ملم بترول خالي من الرصاص، والغاز موصل للبيوت. نعم شامله. ورفعت الشعار يمن بلا سلاح. ماذا صعبت على العفريت؟ اين لحظه واحده وان اليمن ما فيها معبر ولا قريحه واحده. امان يا ربي امان. وبعد رفعت لها الشعار الثاني بلا قعد. يا سلام. وللاسف طلع العفريت مولعي ورفض الطلب. ما سطى ابوه مبسرة اليمن الا وهي جنتان عن يمين وشمال، بلدة طيبة ورب غفور. وبعد طلبت منه ازالة التوترات وتحقيق الامن والاستقرار. هذا اهم طلب. لكن قلب فوقي وقزز لي قزازه وقال اطلب طلب سوا اكسروا فمك. وليش قلب فوقك؟ قال ما دام قد تخلصنا من السلاح فقد حققنا الامن والاستقرار. مع حق. وبعد ما طلبت منه؟ طلبت منه توفير كل الخدمات، الكهرباء والماء والبترول وزيادة مرتبات الموظفين. وما فعل؟ الله وكيلك انه خلى اليمن اعظم من دول الخليج واوروبا. المهم رفع المرتبات واستلمناها بالدولار واليورو وبكل العملات. والاضافي والمواصلات هنستلمها بالدولار. ما هذا قد غاجب منك. للمه. قلنا لك قد بالدولار واليورو وبكل العملات. طمنتني وريحت قلبي. لكن اتخيضعت في الطلب الأخير. وما طلبت منه؟ طلبت منه القضاء على الفساد والمفسدين والمتسلطين على المال العام. ونعم باك. وعلى العصابات الإرهابية. يا الله عينه والعفريت. وعلى الخونة والعملاء والمخربين. صعبت الموضوع أكثر يا خبي. ما بين أقول لك اتخيضعت. وليش تخيضع؟ سار وما زد رجعش. حجة الغايب معه؟ راعيت ولا خبر ولا اتصل ولا شيء. ولا شيء. قلنا لك يا جناه وما عاد فعلت الحين. رجعت امسح القازه. للمه. قلت عوه رجع على القزازه وما استرش يطلع اخرج منه. ومه عاد انا شرعت افحص القازه وطلعوا لي 7 عفاريت كل واحد اعفض من الثاني. 7 عفاريت. وعاد انا ما قد رفعت راسي لا عند الاول وما قد اتيتلش كلب واحده وما حصل. شر يده وندى علي ملطة لو ما خلاني يلوي على القازة 7 ليال. يا ساتر. وبهرر فوقي بهراره لو ما خلاني أزبط. عاد البهرر ليه؟ وقال لي صورتك بلطجي ومخرب ومتآمر على المنجزة. وسكت له. عاد أنا غير حركت مشافري قلت رد عليه. أيوة. ما حسيت إلا بركض في ظهري لو ما احتفشت على الأرض. ومن ركبك؟ العفريت الثاني
وقال لي واللات والعزى لأضربنك وأجلدنك حتى تعود في ديننا الجديد أو تموت. لا هذا الحد حلقوا عليك. والعفريت الثالث حكت حواجبه وشبح دقنته وقال لي ثكلتك أمك. ما هذا كبيرة. هو قال ثكلتك أمك، ما زدت ديت ملقف، واحد يركض واحد يتقص واحد يلضم، لو ما خلوني أتنازل عن الطلبات كلها. وأكيد رجع الحال كما هو عليه. أخس والعن، لا ماء لا كهرباء لا بترول، وذهنت وانا مقطقط أحقاوي في شك. والعفريت الأول أنزج اختالوا بعد ما خرج من عندي. من هم؟ عفاريت العمالة والإرهاب والفساد. وما عاد معاك انت هو القازم، ما قد حلي. ما والله يبرد لي قلب إلا لو ما أمسك العفريت اللي قال لي ثكلتك أمك وخلاهم يحوشوا فوقي. اتقرص العافية يرجعوا لك السبعة. أشتي أقول لك كلمة واحدة فقط. ما هي؟ علم أمك ولاد شكيلي أبكي لك.